ازيكم؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى طريقه للتشيكن وينجز. مش هتكون مقليه وهتكون مشويه بالجمال ده. لونها خطير وطبعا مستويه جدا يا جماعه ودايبه، بس انا كنتش قادره امسكها، كانت سخنه جدا جدا. بس بجد ريحتها كده جايبه اخر الشارع. انا عايزه اقول لكم ان انا ولادي ما كانوش بياكلوا اجنحه الفراخ دي نهائي. بعد الطريقه دي بجد كانوا كلهم بيتخانقوا عليها. تعالوا نجرب مع بعض وتشوفوا بجد احلى واسهل واطرى طريقه للتشيكن وينجز. وهقول لكم على حاجه بسيطه قوي هتعملوها وهي بتتشوي في الفرن عشان تطلعها طريه قوي كده. اول حاجه حطيت علبه من الزبادي ومعلقه من الكاتشب. حطيت فلفل اسود وبصل باودر وتوم باودر، وحطيت كمان بهارات فراخ ومعلقه من البابريكا، وكمان ده صوص الفلفل الحار، معلقة عسل نحل ومعلقة ملح وشوية زيت، طبعا حسب الكمية. البهارات بنحطها حسب الكمية اللي عاملينها. حط كمان قطعة من الزبدة. الزبدة بتدي الفراخ كده طعم حلو قوي قوي لما بتتشوي في الفرن. كل بقى ده بيبان. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وكمان هضيف صويا صوص، بس انا ما كانش عندي كمية وما كانش كمان عندي باربيكيو، بس انا شفت طريقة الباربيكيو دي كانت حلوة قوي. حطيت كمان معلقة اهي من الصويا صوص وعصرة ليمونة كبيرة. هقطع بقى الأجنحة بالطريقة دي. طبعا هشيل الحتة اللي في البداية خالص وهرميها، وهقطع الجناح لنصين وأفتحه كده علشان التتبيلة تلحق توصله يعني. طبعا انتوا لو مستعجلين زيي يعني ايه ممكن تسيبوها نص ساعة بس، لكن هي طبعا كل ما بتبات في التتبيلة بتاعتها هتبقى أفضل. بصوا قطعناها بقى كده، وفي سبت كمان حبة مش متقطعين بحيث ان هما يبقوا قطع كبيرة زي ما انتوا عايزين. ده بيستوي وده بيستوي. افردهم بقى كلهم على الشبكة بتاعتي. انا بحط الشبكة جوه الصينية علشان اي سوائل تنزل والحاجة تتشوي ما تبقاش مسلوقة. هحط كده كل الكمية الجميلة دي، وهنزل طبعا بكل الصوص اللي هيتبقى ده لازم فوقيها. تمام. هدخلها بقى في فرن، هشغله من تحت بس. قرب بقى السوا كده هدهنها معلقة من الخل ومعلقة من الصلصة. بصوا بقى يا جماعة الجمال. اثناء التسوية بقى احنا هنحط شوية مية في قاعدة الصينية بحيث ان هي مش هتكون ملامسة ولا حاجة، بس هتطلع بخار، فهتسوي بقى اي حاجة طيور عندنا. بجد بتبقى تحفة جدا جدا. هنحط كمية بسيطة مرة او مرتين اثناء التسوية. والله يا جماعة بجد لازم تجربوا الطريقة دي، طريقة حلوة جدا جدا. ووش الصلصة ده بيدي كمان الحاجة ريحة وطعم. يعني انتوا حتى لو سالقين فراخ ممكن تعملوها تحطوها تحت الشواية وتدهنوها بالصلصة بالخل بشوية بهارات كده تحت الشواية بس كام دقيقة. هتبقى تحفة، تنفع جدا جدا في رمضان ان شاء الله. مستنياكم تجربوا الطريقة دي وتقولولي ايه رأيكم فيها. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ولو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها علشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.